السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى اوريكم بقى ازاي ننظف العربيه من جوه. اصعب حاجه واكتر حاجه مقرفه جدا بعد ما غسلنا العربيه سواء بالغسيل اليدوي او السيمي اوتوماتيك والغسيل الاوتوماتيك، الاثنين حاططها لكم في اللينك اللي فوق اهو، بص عليهم. تعالوا نشوف بقى هننضفها ازاي من جوه، لان دي اصعب حاجه. زي ما شايفين العربيه من جوه عباره عن برضو لا زالت مزبله. عيال بقى ربنا يديكم الصحه، وانا استخدمتها كتير واكلت فيها وقع عليها لبن وميه وحاجات حلوه ورهيبه متبهدله. هتعالوا اوريكم ازاي نحولها من المنظر اللي قدامكم ده لمنظر جميل جدا. تعالوا نشوفوا مع بعض احنا هنحتاج ايه في غسيل العربيه من جوه. طب اهم حاجه هنحتاجها في ايه؟ اهم حاجه للشفط. معظم البنزينات دلوقتي في مكن الشفط اللي هو بينزل ده كستاندرد في كل البنزينات او اماكن التنظيف، تمام؟ لو ما لقيتوش تستغنى عنه بماكينه شفط فيها كهرباء، تمام؟ زي اللي موجوده عندك في البيوت، حاجات بتاعت دايسون بتاعت سامسونج والحاجات دي كلها، ماكينه الشفط اللي بالكهرباء. او لو الحل الثالث لو انت عندك مكان للكوبس يبقى تجيب ماكينه عاديه بكوبس عادي، لو تقدر انك تحطها في اي كوبس قريب منك في مكان الغسيل بتاعك. طيب المواد اللي انت هتحتاجها بعد الشفط او المكنسه: قماشتين مايكرو فايبر مهمين جدا عشان الازاز، قماشتين عاديين، مسحوق غسيل الانتيريور من جوه، الدواخل العربيه كلها. وفي واحد تاني لو انت الكراسي بتاعتك تبقى جلد صناعي ليه مسحوق تاني، بس ده ينفع برضه ما يقولش لا يعني. ثم بعد كده هتحتاج مسحوق هنا زي شوم كده، زي فوم كده لغسيل الكراسي القماش. واخر حاجه خالص ملمع ازاز. ده كل اللي انت محتاجه. اول حاجه تعملها تطلع كل المشايات بتاعتك بره، مهمه جدا. بيبقى في مكنه لتنظيف المشايات، انا ما بفضلهاش الصراحه، فبحب اطلعها كلهم بره عادي. بعد كده اغسلهم او هنضفهم لوحدهم. يلا كده اخبطهم في بعضهم كده اهو، سريعا كلهم، وبعدين هنكمل. خلاص هنسيبهم دلوقتي. اهم حاجه بقى ايه؟ الكنس. ده اهم حاجه في العربيه دي، تكنس العربيه. خش دلوقتي اكنس كل حاجه في العربيه. العربيه زي ما شايفين مليانه تراب، مليانه كل حاجه انتوا تتخيلوها، لكن مكنه الكنس دي قويه جدا. بصوا قويه ازاي، هتسحب كل حاجه تقريبا يعني. هيكنس عربيتك كلها. الاطراف كلها خش عليها كلها. الكراسي لزق ما بين الكراسي من جوه، ادخل جوه الكرسي من جوه، كل الجوينت، كل المفاصل، الاماكن دي كلها اغسل كل حاجه. اللي ورا مطرح الاطفال، انتوا شايفين طبعا كميه المأساة اللي موجوده عندي. الاطفال بقى اكنس الكرسي كله، ما تسيبش اي حاجه، وحط وعيد وزيد، وحط وعيد وزيد. لازم تكنس الشنطه على الاخر. طيب من جوه بقى بعد ما كنسنا نضفنا الدنيا، لازم بقى ايه؟ نبتدي نلمع ونغسل بيه. زي ما قلت المسحوق ده مخصص للانتيريور والدواخل بتاعت العربيه. الداشبورد، كل البلاستيكات الترمات دي اللي موجوده، كروم موجود، الومنيوم، نمسح كل حاجه الصراحه. بسيط جدا، اقعد رش كده في كل حته. بلاش الازاز طبعا، الازاز ليه ملمع خاص بيه، لكن رشه ان العربيه دي مش هيضايقك خالص. اقعد امسح. شايفين الصابون اللي طالع ده؟ تمام، بيجف، ما تقلقش منه خالص. لكن اهم حاجه تمسح قوي جدا عشان هو بيتفاعل مع كل التراب والوسخ اللي موجود ويبتدي ان هو يشيله. بلاش الشاشه طبعا، تمام؟ انت امسح كل حاجه هنا. حاول تبعد عن الزراير على قد ما تقدر، هو مش هيضر، انك كده هتسيبه اساسا يجف، تمام؟ لكن لازم تمسح كل حاجه. طبعا شايفين هنا الوسخ موجود قد ايه، عايز شدات كبيره جدا تقعد تمسح. عجله القياده المالتي فانكشن ويل بتاعتك تمسحها كلها. المسحوق ده يا جماعه تحفه الصراحه، بيريحك جدا. هنا اهو هتلاقي فيه اثار من لبن الاطفال، ربنا يرزقكم يعني. امسح، اقعد اقعد قضي الوقت كله في المسح، وعيد وزيد. ما تخافش خالص، مش هيضرك خالص.
عجله القياده معموله بالجلد الصناعي اهوت، تقفلها بالجلد الصناعي، اغسلها مفيش اي مشكله، امسحها. التابلو بتاعك امسحه، الشاشه اللي في النص دي شاشه صغيره ما تضايقكش، امسح كل حاجه. التابلو ده عيد يزيد فيه كتير جدا، لان بص شايفين كميه بقالي فتره ما ضبطوش، فطالع متكون فيه حاجات كتير يعني للاسف. تمام، وامسح كل البلاستيكات الموجوده عندك، حتى مسند الايدين هنا رش عليه وامسح، مش هيحصل اي حاجه عادي، مفيش اي مشاكل. امسح امسح امسح، اقفل هنا الدرج ده وامسح وامسح وامسح، امسح امسح امسح، هاز نو اند. ثم بعد كده الخطوه اللي بعد كده انك تمسح الحلى والدواخل بتاعه شاسيه العربيه، مهمه جدا. دي بقى فائده القماشه الثانيه اللي قلنا عليها. ممكن ترش مواد تنظيف، ممكن ترش ميه، انا بفضل اخدها على ايه، على الناشف بس. من جوه كده امسحها كلها بعد الغسيل الاساسي، هي كلها بتبقى تراب متكون من جوه، فما بيبقاش فيها وسخه كتير يعني. ولكن لو انت عوزت ممكن تاخد بتاع الدواخل العادي ده، هو مليان صابون برده كويس مش وحش، وترش لو انت عاوز، وتغسل الحلى بتاعت العربيه الحديد يعني من جوه. ما ينفعش من بره، من بره خلاص نضيف. الحاجات دي اللي هي ما بتلمسهاش الميه، كل البيبان كده لف عليها من جوه شاسيه العربيه، من جوه كل الاجزاء المستخبيه من بره. هنا برضه اهو في شويه وساخه جامده، ناخدها بالبتاع ده والقماشه الثانيه، مش اي مشكله. طيب كده احنا هنشتغل في الحاجه اللي بعد كده اللي هي الكراسي. الكراسي القماش زي ما قلت ده من افضل المنتجات اللي موجوده في السوق، اللي هو اسمه بوليستر فوم. تمام، لان الكراسي معموله من البوليستر والقماش، فده احسن حاجه واسرع حاجه. لو مش موجود عندك ممكن تجيب صابون عادي بريل ولا ايا كان نوع الصابون السائل وتغسل، بس طبعا هياخد وقت كتير قوي وهياخد وقت كتير عبال ما ينشف. ده بينشف يمكن في ساعه او ساعه ونص حاجه كده يعني. فانا شايفه ده من الاختراع كويس جدا. هو طبعا هيبقى اغلى ولكن هاته لانه بيفرق. بس هو عباره عن فوم، رش كده على الكرسي بتاعك، افتحه شويه، رش على الكرسي بتاعك كله اهو، كل الاجزاء القماش. ما تخافش هو كلها فوم فبيروح يعني، مش هيوسخ الدنيا. وبالقماشه انا جبت القماشه المايكرو فايبر، بحبها الصراحه مع البوليستر. امسح كده ايه، مسحه سريعه كده كل الكرسي بتاعك. خلي بالكوا طبعا ان هو ايه، انت بعد المسحه دي مش هتعرف تقعد على الكرسي ده لان بيبقى مبلول فتره يعني. تمام، امسح 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 على قد ما تقدر تمسح، هيديله لمعه حلوه جدا وهينضف الكرسي على قد ما يقدر يعني. في طبعا مكن معمول للكلام ده كله، اللي عايز المكن واللي عايز يجيب المكن اللي هو بتاع غسيل الكراسي والقماش والبوليستر. لكن انت بالنسبه لك التنقلات اليوميه ده هيديك اللمعه اللي انت محتاجها على الاقل يعني. ده كريست اهوت، بس خلصنا. واي حاجه ثانيه فهي بتنشف لوحدها، ما تخافوش خالص. واخر حاجه خالص هو الازاز بتاعك. الازاز من جوه احنا نضفناه من بره ما غسلناه باي كانت الطريقه، لكن من جوه لازم يتغسل لانه فعلا بيبقى مبهدل جدا. فتجيب زي ما قلت منظف ازاز عادي، انا بيبقى فيه القماشه ده، مش عايزه هات منظف عادي، لكن اهم حاجه زي ما قلنا القماشه المايكرو فايبر. رش على الازاز بتاعك وامسحه عادي خالص. طبعا الكلام ده هيتطبق على كل الازاز الجانبي والخارجي، كل الازاز بتاعك رش فيه، مش هيحصل اي حاجه، ما تخافش. لان بعد ما تنظف هتجيب القماشه المايكرو فايبر الثانيه اللي مش مبلوله وتغسل، وبعد كده ايه لازم تروح عايد عليه مره ثانيه عشان تشيل اي نوع من التعليم اللي باين من المنظف. المنظف ده بيعلم، او ممكن تستغنى عنها بكلينكس عادي يعني. تمام، ممكن الكلينكس عادي هيكفيك وهيظبطك وهيريحك وانت مش محتاج اكتر من كده. طبعا بنفس القماشه دي امسح بالراحه خالص الشاشه الانفوتينمنت سيستم بتاعتك. بصوا هي بتمسح، هي بقت حلوه. اهم حاجه مايكرو فايبر، اهم حاجه انها تكون مايكرو فايبر. المشايات اللي سمناهم من شويه بقى سبتهم لاخر حاجه خالص. انا بقول لك زي ما قلت في مكنه تنظيفها انا ما بحبهاش، لكن انا بحب احط بس اللي هي الماكينه بتاعتنا وامسح المشايات عادي خالص. واقعد امسح فيها، اقعد فيها كده ثبتها برجلك، واقعد امسح وعيش فيها لغايه لما تنضفها على قد ما تقدر. تعال ناخد الاثنين دول مثلا. اسمه ايه؟ هل جود مثلا بعد كده تروح ايه ضربهم في بعض كمان ضربتين عشان ينضف بس كده.
كده احنا خلصنا تنظيف العربيه من الداخل بالكامل. الموضوع خد مننا حوالي نص ساعه، كلفنا ايه شويه مواد تعيش معاك عمرك كله. تمام، مش هيكلفك حاجه، لو اديته لاي حد يغسله لك هياخد منك مبلغ، لو انت في اوروبا ولا حاجه بياخد منك 30 40 يورو على الاقل عشان يغسلها لك من جوه. انت عملتها ما كلفتكش يورو واحد. كل بس انت محتاجه انك تطلع من الغسيل العادي وتخش في مكان اللي هو الشفط بتاع تنظيف العربيات ده، او زي ما قلت لك عندك مكنسه كهرباء. ده الحل الوحيد للموضوع ده. عايزين نعمل لكم ريفيو لاي حاجه ثانيه خاصه بالعربيه سواء النظافه او المتابعه، قولوا لنا في التعليقات تحت. مستنيكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.